السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ رجعت لكم بقى بفيديو جديد معاكم، مكملين 3 ايام من رحلة المصيف. زي ما انتم شايفين بقى احنا جينا تاني يوم كده. قلنا بالليل ان احنا عاوزين ناخد جولة كده في مدينة الغردقة، نشوف شوارعها، نشوف ايه اكتر الاماكن المميزة فيها اللي احنا نقدر نخرج نستمتع فيها. فاحنا بصراحة اول مرة نروح الغردقة، فمش عارفين اي اماكن للخروج خالص. فسألنا سألنا السواقين اللي بيبقوا ماشيين على الطريق لو احنا حابين ان احنا نخرج ممكن نروح فين هنا في المدينة. فقالوا لنا في يعني 2 مكانين، هم حلوين قوي، ويعتبر هم يعني قلب الغردقة هنا. ناس كتير بتحب تيجي هنا تخرج وتزورهم. قلنا في مكان اسمه مارينا، وفي مكان تاني اسمه الممشى السياحي. فانا قلت ايه، احنا عندنا كده كده في اسماعيلية يعني، عندنا الممشى وعندنا الكورنيش وعندنا كل الحاجات دي، فاحنا عايزين حاجة جديدة. فانا طلبت من زوجي بقى ان انا قلت له انا عايزه اروح مدينة ملاهي، حاجة كده تكون زي ايه، زي دريم بارك في القاهرة، يعني زي كده المدن الملاهي الكبيرة. يعني عايزة مدينة ملاهي، لان احنا ما عندنا في اسماعيلية ما فيش مدن ملاهي خالص يا جماعة. يعني دي فرصة للمستثمرين، ما عندناش هنا مدن ملاهي خالص في اسماعيلية. فاحنا سألنا السواق كان ما يعرفش بصراحة. فزوجي بحث كده على برنامج اللي هو انتوا عارفينه طبعا، المعروف ده اللي بيعرفنا الطرق، بيساعدنا ان احنا نعرف الطرق يعني. فلقى في مدينة ملاهي كده. فقال لنا يعني بدون ذكر اسمها، قال لنا ايه، خلاص تعالوا نروح نشوفها. فقلنا للسواق ومشينا بقى زي ما كان البرنامج اللي على الموبايل بيوجهنا لغاية ما وصلنا لها. زي ما انتم شايفين بقى، هي كانت مش كبيرة قوي يعني، مش زي ما انا كنت متخيلة، او زي ما انا كنت حابة. انا كنت حابة حاجة زي دريم بارك كده. يعني كان فيها العاب محدودة شوية، كان فيها بس هو يعتبر الساقية دي اللي بس ممكن لعبة للكبار. باقي الالعاب كلها كانت معظمها للاطفال، يعني ما كانش فيه لعب للكبار تاني غير هي لعبة بس او لعبتين. الباقي كان كله قطر، زحاليق، حاجات كده يعني. فانا عايزه اقول لكم ان احنا على بال ما وصلنا اصلا لمدينه الملاهي دي، من الفندق اللي احنا كنا فيه، اخدنا حوالي ساعه في الطريق، ساعه فعلا، حرفيا خدنا ساعه. عايزه اقول لكم ان انا لما وصلت اتفاجئت قوي، يعني قلت انا ما كنتش متوقعه ان هي ممكن تبقى كده. لا احنا كنا ممكن، كنا لو نعرف ان هي صغيره كده والالعاب فيها محدوده كنا ممكن اخترنا يعني مكان تاني، او كنا رحنا زي ما كان السواق بيقول لنا ممشى او مارينا. شفنا محلات، شفنا برضو اكيد كنا هنستمتع نشوف حاجات جديدة. زي ما انتوا شايفين هنا ايلين كالعادة كده تعباني وعايزة تركب العاب مش مناسبة لسنها. هنا بقى هم اختاروا العاب، يعني لعبوا كده كام لعبة المناسبة ليهم. بس يعني قعدنا نلعبهم شوية، يعني هم اللي اتبسطوا. احنا ما ركبناش، لا زي ما قلت لكم، يعني الحاجات دي ركبتها كتير، الساقية والحاجات دي يعني عندنا هنا في اسماعيلية معظم النوادي بيبقى فيها الالعاب البسيطة ديت. فانا كنت حابة زي ما بقول لكم اروح حاجة مدينة كبيرة، يعني زي دريم بارك، زي حاجة كده يكون فيها عدد مهول كده من الالعاب. زي ما انتوا شايفين خرجنا بقى هنا، وايتن شافت صورة الراسطة دي قدام محل كده من المحلات واحنا بنتمشى. صممت ان هي لازم تعمل راسطة يا ايتن، مش هينفع الوقت متأخر، لا مصممة، لان زي ما قلت لكم ان كان معظم اللي معانا في الفندق كانوا عاملين في شعرهم راسطة. زي ما انتوا شايفين بقى، دي الخيوط اللي بتختاروا منها انتوا الالوان اللي حابين تدخلوها في شعركم مع الراسطة. عايزه اقول لكم ان انا متوقعه، انا ما فكتش شعرها، بس متوقعه ان انا هلاقي نسبه تقصيف عاليه قوي في شعرها بعد ما هفكه بسبب الراسطه. لان انا شايفه ان الشعر من فوق بقى ابتدى يبقى فيه شعر كتير هايش كده وطاير مقصف. فانا متوقعه ان انا لما هفكه هلاقي فيه نسبه تقصيف. فانا بصراحه انا ما كنتش حابه تعملها، بس هي عيطت وصممت جامد ان هي تعملها يعني. زي ما قلت لكم انا دخلت المحل دوت فسألته هيكلف كام شعرها. قال لي هيكلف 500 جنيه. فانا قلت له ليه؟ يعني انا متوقعه ان الراسطه دي حاجه كده زي استشوار زي بيبيليز، يعني حاجه 100 جنيه كده ولا حاجه. فقال لي لا هي بيبقى اسعارها كده، فنزلنا شويه من سعرها يعني، بس عملناها لها. زي ما انتوا شايفين بقى هو كان سريع جدا، وايتن كمان شعرها يعني
مش تقيل قوي، شعرها يعني نوعا ما خفيف، فما اخدش وقت كتير معاه. بس كان في بس ملحوظة كنت انا يعني متضايقة منها، ان احنا الشعر لما كان في بداية ما كان بيتضفر ما كانش بيتسلك، كان هو بس بيفرق الشعر وكان بيبتدي يضفر على طول. فانا واجهته قلت له لا، انا حابة ان انت بس تفك التشابك اللي في الشعر ويتسلك كويس قبل ما يتضفر، عشان ما يأثرش على الشعر، عشان لما هاجي ان انا افكه ملقيش الشعر متدمر. يعني الشعر لازم يبقى وهو قبل ما يتضفر يبقى متسلك كويس. فيعني هو كان بينسى شوية ويضفر شوية ويسلكهم قبل ما او يسرحهم يعني قبل ما بيضفر. وكده زي ما انتوا شايفين بقى كده، هي اختارت اللون البينك، هي حياتها كلها معظمها في اللون البينك يعني. هي حابة بتحب اللون البينك ايتن، حتى في ادوات المدرسة، فمعظم اي حاجة لبس او حاجة لما بيبقى عندها ان هي تختار بتفضل اوي ان هي تختار البينك. قلت الحمد لله بقى ان ايلين لسه صغيرة مش فاهمة، هي كمان شوية كده لما هتكبر هتفهم. لو في اي حاجة زي دي اكيد بقى هي كمان كانت هتشبط وتقولي ان انا كمان عايزة يا ماما اعمل. فكويس بقى ان هي ما شبتتش، هي قاعدة صغيرة مش فاهمة حاجة. وبصراحة انا ما كنتش حابة اصلا ان ايتن زي ما قلت لكم تعمل عشان نسبة التقصيف. انا هعمل فيديو وانا بفك معاكم الراسطة دي عشان اشوف انا اللي متوقعاه فعلا صح او لا، يمكن يكون انا مش معايا حق. هعمل معاكم فيديو وانا بفك الراسطة عشان تشوفوا فعلا الشعر هيتقصف او في اي مشاكل بتحصل بعدها او لا. استنوا ان شاء الله، احنا اكيد هنفكها قبل يعني بعد ما هننزل اسماعيلية على طول، لان احنا هننزل هيبقى مفيش وقت على طول داخلين على المدارس. فلازم طبعا هنفكها وهنظبط مظهرنا بقى عشان نستقبل الدراسة وكده يعني. زي ما انتوا شايفين بقى هنا ايتن بقى قاعدة ومستسلمة كده لغاية ما بيخلصوا. هنا بقى انا كنت مع ايسل، يعني شوية انا ببقى مع ايتن بشوف الدنيا ماشية ازاي معاها، وشوية برجع لايسل. كان في الوان كتير قوي كانت كويسة يعني، كان في الوان كتير قوي، كان في معظم اللي معانا في الفندق عاملين اللون الرمادي ده مدخلينه في شعرهم، الخيوط يعني مدخلينها. بس ايتن فضلت اللون البينك بقى. زي ما انتوا شايفين بقى هنا المحل كان فيه مجموعة خيوط كبيرة لان هو في مكان سياحي يعتبر. وهنا كان احنا كنا متأخرين، احنا كنا الساعة 2 بالليل، فما كانش تقريبا في حد غيرنا. لان معظمهم بيبقوا بيرجعوا بقى الفنادق بتاعتهم، بيبقوا تعبانين طول اليوم، بينزلوا يتمشوا شوية وبيرجعوا. يعني محدش هيسهر تقريبا اكتر من 2 3 يعني غير اهل المدينة تقريبا. زي ما انتوا شايفين بقى هنا خلاص ايتن كده كانت خلاص خلصت. مش عارفة ليه حاسة ان هو كان شكلها الاول افضل من كده بكتير، بس مش مشكلة بقى عشان ما تقولش اللي احنا حارمينها من حاجة. فانتوا عارفين طبعا ان الاطفال بيبقى الممنوع عندهم مرغوب يعني، فدايما على قد ما بنقدر بنحاول نعمل على قدر المستطاع يعني اللي هما بيبقوا عاوزينه. هنا بقى واحنا خارجين ايتن اشترت الدبدوب دوت. انتوا عارفين ده هو لعبة كده على الموبايل، اسمه هاجي واجي تقريبا. لعبة على الموبايل هم منزلينها وبيلعبوها طول النهار، يعني مش قادرة اقول لكم هم هي واحمد مدمنين اللعبة دي قد ايه. فهم اول ما شافوا بقى واحنا بنتمشى الشخصية ديت اللي هم بيحبوها وبيتفرجوا عليها، الاتنين يعني مش قادرة اقول لكم كانوا بيتنططوا عشان احنا نشتري الشخصية الكرتونية دي. فجبناها لهم بقى كده، وكانوا هما الاتنين بقى ايه، احنا قلنا هنقسم الوقت بتاعها، كل واحد هيلعب بيها 10 دقايق. فكان كل حد فيهم، لان اكيد مش هجيب نفس اللعبة للتلاتة، فلا هو واحدة وبعدين يوم يومين بيزهقوا كلهم اصلا ما بيحبوش يلعبوا بالحاجة يعني وقتها. بس زي ما انتوا شايفين بقى هنا ايتم فرحانة قوي بالراسطة اللي عاملاها، وهنا ايسل قاعدة معايا. احنا كنا كده خلاص رجعنا بقى الفندق زي ما انتوا شايفين. كنا بقى قاعدين في الريسبشن شوية كده بناخد نفسنا بعد المشي قبل ما نطلع، لان انا ببقى شايلة ايسل وببقى شايلة معايا كمان شنطة واحيانا ايلين، فبيرهقونا جدا في المشي يعني.
فقلنا ناخد ريست بقى قبل ما نطلع. زي ما انتوا شايفين الفندق الريسبشن فاضي جدا، مفيش حد. ده كان تاني يوم بقى لينا، واحنا نازلين بقى هنا على الفندق. كنا تقريبا الصبح كده، كانت